في حاجة فينا بنعملها ببراعة بس محدش بيعترف بيها: جلد الذات. اللحظة اللي نغلط فيها مش بنلوم نفسنا بس، إحنا بنعدمها. نقعد نراجع الموقف مليون مرة ونسأل نفسنا نفس السؤال اللي مفهوش أي فايدة: ليه عملت كده؟ وكأن الإعادة هتغير النتيجة. عارف المثال الكلاسيكي؟ حد يقولك كلمة تضايقك وإنت بدل ما توقفه عند حده تضحك وتعدي، وبمجرد ما تمشي يبدأ صوت جواك: ليه ما ردتش؟ ليه سبت حقي؟ أنا ضعيف. وتقعد تلوم نفسك طول اليوم مع إن الموقف خلاص انتهى، والشخص اللي ضايقك نفسه نسي، بس انت لأ، انت مسكت السكينة وفضلت تطعن نفسك بيها. وفي مثال تاني مؤلم أكتر: لما حد يسيبك مش بتقعد تفكر هو غلطان في إيه، لأ، بتهد الدنيا على نفسك. أنا مش كفاية، أنا السبب، أكيد في حاجة مش مظبوطة. وتبدأ رحلة جلد ذات مفتوحة تدمر في صورتك قدام نفسك لحد ما تحس إنك فعلا وحش، مع إن العلاقة كانت محتاجة ناس بتكمل بعض، مش واحد بيجلد نفسه والتاني بيتفرج. وفي ناس جلد الذات عندهم بقى روتين: يغلط في الشغل يقعد طول الليل يفكر: ليه ما كنتش أذكى؟ ليه ما ركزتش؟ أكيد هيرفدوني. يوم كامل يضيع والنتيجة ولا حاجة، غير إنك بتحرق أعصابك وبتزود ضغط على نفسك فوق الضغط اللي أصلاً موجود. وفي ناس اتربت في بيوت النية فيها كويسة، بس أسلوب الأهل كان صارم جداً. كل خطأ بسيط حتى لو عادي كانوا يزودوه ويكبروا في تعليقه: كان المفروض تعمل أحسن من كده، مش قادر تشوف الصح من الغلط. الجملة نفسها شكلها بسيطة، بس التكرار خلاه يشوف كل خطوة غلط، كل قرار فاشل، كل حاجة عملها ناقصة. فبقى أول ما يغلط في حياته يلوم نفسه جدا، مش لأن حد أذاه، لكن لأنه تعود يلوم نفسه على أي شعور بالثقة أو الأمان. وهي دي المشكلة، أنت متعود تكون قاسي على نفسك، قاسي لدرجة إنك ما بقتش تشوف حقيقتك. كل حاجة بتحصل حتى لو بسيطة بتاخدها كدليل إنك فاشل، مش كدرس تتعلم منه. بس خليني أقولك الحقيقة اللي ممكن تهزك شوية: جلد الذات مش نضج ولا قوة، دي عادة. ده برنامج داخلي اتزرع فيك من زمان، من أيام ما كان بيتقالك جملة صغيرة: شوف غيرك، شوف هو عمل إيه وإنت لأ. فكبرت وإنت بتقارن نفسك بنفسك قبل ما تقارنها بأي حد. جلد الذات بيخليك تفتكر إنك بتصلح، بس هو في الحقيقة بيكسرك، بيخليك تعمل اللي عليك وبعدين تهد اللي بنيته بإيدك. تنجح تقول: ما أنا كان لازم أعمل أحسن من كده. تفرح تقول: أكيد في حاجة وحشة جاية. تغلط تعمل محكمة كاملة جوه دماغك وتحكم على نفسك بأقصى عقوبة. طب والحل؟ الحل مش إنك تبطل تلوم نفسك. اللوم الطبيعي صحي، بيخليك تراجع قراراتك، لكن جلد الذات ده حكم إعدام. أولا اعمل حاجة بسيطة: لما تغلط اسأل نفسك: هل أنا بلوم نفسي ولا بجلدها؟ اللوم بيقولك غلط، نتعلم ونتحرك. جلد الذات بيقولك انت غلط وهتفضل غلط. في فرق كبير. خد بالك من صوتك الداخلي، لأن السكينة اللي بتطعن بيها نفسك غالبا مش بتاعتك، دي بتاعت حد زمان انتقدك زيادة، أو حد عمرك ما قدرت ترضيه، وانت من كتر التعود مسكت السكينة وكملت مكانه. بس دلوقتي جه الوقت انك تغير ده، مش عشان حد، عشانك انت. لأنك لو فضلت تجلد نفسك عمرك ما هتقوم، ولما تقوم هتقوم مشوه مش متعلم. والحقيقة انت مش محتاج تكون كامل، انت محتاج تكون واعي، تشوف غلطك بس تشوف برضه قيمتك. وافتكر إن الإنسان مش بيكبر من الجلد، بيكبر من الفهم.